السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. العيد فرحة، افرح بالعيد وافرح بأيام ربنا سبحانه وتعالى، وفكك من الدعاوى والكلام والبوستات بتاعت اكتئاب العيد والعيد اللي هنقضيه نوم ومش عارف اخرج اروح فين. فكك من الكلام ده والطاقة السلبية اللي بنصدرها لبعض في العيد دي. افرح واخرج وانبسط وخد اجازة وريح من الضغوط وريح من الشغل وريح من الهم. الله يعينك والله يعين كل واحد. انا عارف ان كل واحد فينا عنده مشاكل وعنده ضغوطات طول السنة منكدة عليه حياته، وعارف ان فصلتك في العيد او عدم تفكيرك فيها في العيد مش هيحلها، وعارف ان انت هتبقى متنكد لو عندك ضغوط في العيد. بس افرح يا سيدي. الثلاث ايام دول افصل، اطفي مراوح مخك، اطفي الموتور اللي شغال، ريحه شويه عشان لما ترجع بعد العيد يبقى عندك طاقه وحماس تبدا تفكر في حلول، وتبدا تفكر هتعمل ايه، وتبدا تاخد خطوات عمليه في حلول المشاكل اللي انت فيها والضغوطات اللي عليك. لازم يكون في فصله في النص كده، انما لو فضلت كده على طول مش هتعرف تفصل، مش هتعرف تاخد حلول عمليه تفيدك وتنفعك في حياتك. الإحباط المستمر والطاقة السلبية المستمرة مش هتنجحك في حاجة ومش هتقدمك خطوة. فخد الثلاث أربع أيام بتوع العيد أو أجازة العيد دول، خدهم فصلة ترفيهية في حياتك. اخرج، اتبسط، اتفسح، اخرج أنت وولادك، رفه عن نفسك، رفه عن بيتك، رفه عن أسرتك. لو أنت بتدرس ما تذاكرش الثلاث أيام دول، لو أنت بتشتغل افصل عن الشغل الثلاث أيام دول، لو أنت في كورس أو بتتعلم حاجة افصل عن التعليم وافصل عن التطوير وافصل عن كل حاجة. الثلاث أربع أيام دول خليهم 3 أيام رفاهيه، لا اكتر ولا اقل. رفاهيه حلال طبعا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وارجع بعد العيد لو بتذاكر كمل مذاكره، وارجع بعد العيد لو بتاخد كورس كمله، وارجع بعد العيد لو بتشتغل طور نفسك في شغلك، وارجع بعد العيد شوف حياتك وانشغالاتك ومسؤولياتك. ده هيخليك ترجع فايق اكتر ومركز احسن وعندك طاقه ان انت تشيل الهم بجد بقى. عندك طاقه للهم اللي انت هتشيله بعد العيد. فما يبقاش الايام اللي احنا المفروض نفصل فيها عن الهم ما تخليهاش هي كمان ايام هم. افرح حتى لو هتنزل تشتري كيس ترمس ب 2 جنيه، المهم انك تفصل نفسك وترفه نفسك عن اي حاجه. ربنا يتقبل منا ومنكم رمضان ويعيننا اننا نتخطى المشاكل والعقبات والضغوطات اللي في حياتنا.